لو لحد دلوقتي حمام الزيت مش اساسي في روتين عنايتك بشعرك فانت فايتك كتير قوي. انا برضو كان فايتني كتير، ما كنتش بحب حمامات الزيوت وقلت لكم بتخنق وانا بغسل شعري ما بيطلعش بسهوله، او لو انا حطيت كميه قليله وغسلت شعري بحس ان الترطيب راح خلاص ولا كاني عملت حاجه. ففي الفيديو ده هقولك كل حاجة محتاجة تعرفيها عن حمام الزيت علشان تعمليه صح، والزيوت اللي تتحط على الفروة وعلى الشعر وعلى الأطراف، كل حاجة هتلاقيها هنا. اولا حمام الزيت بيكون مره واحده في الاسبوع قبل ما تاخدي الشاور بساعتين. الزيوت انت مش محتاجه تسيبيها اكتر من كده ولا تباتي بيها والكلام ده كله. تاني حاجة محتاجة تعرفي مصدر موثوق تجيبي منه الزيوت اللي شعرك هيستفاد منها. أنا بقالي أكتر من شهر بستخدم مجموعة زيوت كده من ذا كوين، ده شكل الباكجينج بتاعها. الزيوت دي خام طبيعية 100%، مفيش عليها أي إضافات. هسيب لكم البيج بتاعتهم في الديسكريبشن لو حابين تدخلوا عندهم. الأسعار اقتصادية، الزيوت دي معصورة على البارد، حاجة كده تحفة. تالت حاجة محتاجة تعرفي ايه الزيوت اللي تتحط على الفروة وايه اللي يتحط على الشعر والاطراف. لازم تعرفي احتياج شعرك ايه علشان تحطي له الزيت اللي مناسب ليه. انا ما بحبش اجيب زيت يكون فيه تركيبة كده من مجموعة زيوت كتير، مش عارفة هتتفقوا معايا ولا لا. انا بحب انا اركب واجمع الحاجة اللي انا محتاجاها. تعالوا بقى اقول لكم بعمل ايه. انا الاسبوع ده شعري اتعرض لحرارة فظيعة، ناشف ومقصف، وبصوا الاطراف عاملة ازاي. فانسب وقت ان احنا نعمل حمام زيت. الزيوت اللي بحطها على فروة الراس، احط معلقة كبيرة من كل زيت هقول لكم عليه دلوقتي. اول واحد هو الروزماري، وطبعا انا مش محتاجة شهادتي مجروحة في ان انا اتكلم عن الروزماري، واثبتوا فعاليته ان هو بينبت الفراغات، وان هو بيعالج الصلع الوراثي، وان هو بيتقل الشعر وبيطوله. فهنحط مقدار معلقة كبيرة من زيت الروزماري. والزيت التاني هو زيت الجوجوبا، محدش بيتكلم عنه كتير بس ده خطير. فيه كمية فيتامينات مش طبيعية، اي وسي وزنك، فيتامينات كتير قوي، والدهون اللي الفروة بتبقى محتاجاها. بيخلي الفروة صحية، بيغذيها كويس، البصيلة بتبقى سميكة. وده اكتر زيت في كل اللي هوريهولكوا بيمتص بسهوله، فمش هيسيب رواسب في الفروه، او ممكن يعمل لك قشره فيما بعد. هو قرب يخلص بس مش مشكله. نحط برده زي ما اتفقنا معلقه كبيره. بصوا حتى القوام بتاعه بيبقى شمعي شويه اكتر من انه زيتي. والتالت هو زيت الخردل اللي هو المستردة قبل ما تبقى مستردة، بس ما تتخضوش. الزيت ده بيبقى فيه مضادات أكسدة، معادن كتير، كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامينات كتير زي اي ودي واي، التساقط، الجفاف بتاع الشعر، انسي كل الكلام ده، فتحفة. هو ريحته بس يعني ايه مزعجة سيكة صغيرة، بس ايه مش أزمة يعني. واخر زيت هحطه على الفروه زيت لبان الدكر. الزيت ده فيه انتي بكتيريا، فهو بيعالج القشره. انا اوقات بيكون فيه قشره في شعري في المواسم، فده بيخفيها تماما وبيحفز نمو الشعر وبيقلل التساقط. على الميكرويف بقى 10-20 ثانيه بالكتير، المهم يبقوا دافيين شويه. هتقعدي بقى ايه تفرقي كده الشعر وتحطي الزيت على الفروه وتعملي مساج، بس ما تحركيش الشعرايه تخليها من مكانها، لا يعني ثبتي ايدك على الفروه وحركي الفروه نفسها، وتقعدي تفرقي لحد ما توزعي الزيت ده على الفروه كلها. هنستحمل بقى شكلي ده مع بعض. المهم ايه، بعد ما بوزع الزيت على الفروة كلها بقعد اعمل مساج كده 10 دقايق. برضو زيت السمسم وزيت الجرجير حلوين قوي للشعر، بس هما خلصانين من عندي حاليا. وبركز على الحتت اللي فيها فراغات عندي من قدام هنا، شايفين. اما الزيوت اللي بحطها على الشعر نفسه والاطراف، اول حاجه جوز الهند، بعشقه عشق مش طبيعي. زيت خفيف جدا في الامتصاص وفي الغسيل، مش هيتعبك خالص، ريحته تحفه، بيتحكم في الهيشان بتاع الشعر، في التقصف بتاع الاطراف، يعتبر ملوش اثار جانبيه تقريبا. كل واحده حسب طول شعرها. انا عشان شعري طويل شويه بحط يعني معلقه ونص كبار. قرب يخلص برضو بس معلش. الزيوت مش بكترها، انا مش عايزاكي تحطي كميه كبيره قوي وتحتسي وانتي بتغسلي شعرك ويلبك ويبقى ما بيطلعش بسهوله. ف يعني المقدار كده، انا ده طول شعري اهو تمام. بحط مثلا معلقه ونص كبار من كل زيت هوريهولك. عايزه بقى شعرك يلمع، تزودي النعومه فيه، تحميه من انه يتكسر لو هتعرضيه لحراره فيما بعد. الهيشان والتقصف يعني ليه عامل كبير قوي ان هو يخلي شكل الشعر مهندم وتحفه كده. اللوز الحلو هو حلو. ريحته تتاكل.
واخر زيت على الشعر نفسه هو زيت الورد. زيت الورد خدوا بالكم في منه اتنين، في منه عطري ولا، ده اللي لا معصور على البارد عادي جدا. لو هو زيت عطري عموما بيبقى بينشف شويه، تمام، ده لا. وزيت الورد حلو جدا للبشره كمان مش بس للشعر، للستريتش ماركس بقى والتجاعيد والكلام ده كله خطير في الترطيب، خطير في الشعر برضو. ما بستخدموش لوحده، مع زيت اللوز الحلو وجوز الهند الريحه خطيره، الترطيب حلو قوي، فيه اوميجا 3 واوميجا 6 فحلو جدا. على الميكرويف برضو هدفيهم وبعدين اوزعهم على الشعر والاطراف كويس. كده بعد ما وزعت الزيت على الشعر كله واهتميت اكتر بالاطراف، شايفين الشعر مش شارب زيت ومغرقاه قوي، يعني يا دوبك موزعينه وعملتي مساج للفروه. هتلمي بقى شعرك وتحطي بونيه وتقعدي ساعتين قبل الدش زي ما اتفقنا. اهم حاجه بقى خطوه غسيل الشعر عشان تحافظي على الترطيب اللي في الشعرايه. قبل الشامبو، قبل الكونديشنر، قبل كل حاجه هتحطي هير ماسك. تحطي هير ماسك على الشعرايه وتسرحيه وتستني شويه، وبعد كده بقى تغسلي شعرك بالشامبو. الشامبو زي ما اتفقنا بنحطه على الفروه، رغيه في ايديكي وحطي على الفروه رغيه كويس، ومش هتحتاجي تحطي هنا، هو الشامبو انتي بتشطفيه هينزل لوحده على بقيه الشعر. وبعد كده هتحطي اي بقى حمام كريم او بلسم هتحطيه على الشعر من الاخر، ما تقربيهوش ابدا للجذور. واتفرجي بقى على جمال شعرك بعد ما تخلصي وينشف قد ايه هو مترطب وطري، وهتلاحظي التساقط بدأ يقل والفراغات بدأت تنبت. فرق كبير قوي في شعرك بعد ما تستخدمي حمام الزيت. يا رب تكوني استفدتي وعجبك الفيديو. معلش على المنظر ده، بحبكم قوي. باي باي.